السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة والأخوات، تحييكم هذا المباراة. عاوتاني الفيديو خاص بالمقابلة ديال المنتخب المغربي مع المنتخب الليبي الأقل من 20 سنة، والنتيجة كما عرفتوا أنها سالت ب4-0. كانت مباراة ممتعة ولكن واخا كان الجمهور قليل. المهم نخليكم مع الفيديو، تمتعوا عليها مع راسكم وشوفوا تفرجوا مع راسكم، والمغرب ديما في تألق والله يوفق الجميع. السلام عليكم. انطلاقة المقابلة فادتنا بأقدام لاعبي المنتخب الليبي الذي سيبحث على بدوره ختام هذه المنافسات على الأقل بانتصار وحيد إلى حدود الجولة الثالثة، بحكم أنه عنده بطبيعة الحال مباراتين أموره من هناك 3 أسماء هنا. الأخطر محاولة لصالح المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا الزهواني، كرة مرفوعة هنا، المتابعة لم تكن بالطريقة الجيدة. يسرى الكرة مرفوعة عن طريق الزهواني، ضاعت فرصة الهدف الأول. الكرة ارتطمت بأعلى القائمة الأيسر لمرمى الحارس محمد عمار. ضاعت فرصة أولى في الدقيقة الرابعة لصالح المنتخب الوطني المغربي. انطلاقة ليبية على مستوى الجهة اليسرى، الكرة العرضية الطولية وتغيير الاتجاه في الجهة اليسرى في اتجاه عمر الحرق. عمر الحرق يلعب كورته والتغطية أحمد ختير. تعود من جديد 6 لاعبين في المعترك، 3 أسماء فقط خارج المعترك، والمنفذ هو معاد الضحاك. معاد الضحاك يسعد لتنفيذ هذا الخطأ، وزهواني كل اسماء حاضره. المحاوله تصويبه، تدخل ممتاز من جانب محمد عمار. تعود من جديد كوتون يقاتل هذا الكره بشكل جيد بشكل جيد يسعى الوطن المغربي. المحاوله من اجل المراوغه عن طريق معاد. يا معاد، هل من محاوله تعاد وتمنح مع هدف التقدم؟ تعود من جديد لمعاد. هنا الفرصة، تمريرة، فرصة في القائمة الثانية الراسية، والحكم مستوى المساندة الهجومية، وهذا بطبيعة الحال يعطيهم مجهود إضافي على المستوى البدني. هنا فرصة ومحاولة، الزهواني يراوغ بشكل جيد، يدخل المعترك الزهواني، يتحصل على ركلة جزاء. فؤاد الزهواني الذي يتمكن من خلق الفارق من خلال هذه المحاولات، دخول بهكذا الطريقة للمعترك بذكاء كبير، يعني يرغم دفاع منتخب ليبيا. عمار، معاد الضحاك، والهدف الأول للمنتخب الوطني المغربي عن طريق اللاعب معاد الضحاك. هدفه الثاني خلال هذه التصفيات. لعب 3 ديال المباريات بعداد 241 دقيقة، مباريات بطبيعة الحال اللي كان حاضر فيها كأساسي. مباريات أخرى كبديل، ومباراة أخرى كبديل. هنا الكرة والركنة، الحارس في جهة والكرة في جهة. يتمكن من وضع المنتخب الوطني المغربي في المقدمة من خلال هذا الهدف الأول، وفرحة لدكة احتياط المنتخب الوطني المغربي. معاد ضحاك نجم المنتخب وواحد من لاعبين مصر ب4 نقاط، ستواجه تونس في الجولة الختامية، الجولة الخامسة. هنا كرة مرفوعة في اتجاه الجهة اليسرى، صعود من جانب أحناش. هنا تمريرة، فرصة، الإمكانية ممتازة، فرصة خطيرة لصالح المنتخب الوطني المغربي. تسديدة قوية عن طريق سعد الحداد، لاعب الوسط. سعد الحداد كان قريب من زيارة الشباك لولا التدخل الجيد من جانب الحارس محمد عمار. لاحظوا الكنترول، لاحظوا التصويبة، ومحمد عمار بقدمه اليسرى يتمكن من التصدي لهذه الكرة اللي كان عن طريق ركلة جزاء، في حين فرصتين، الأولى ارتطمت بالقائم والثانية أخرجها حارس المرمى. هنا الركنية لعبت والتغطية موجودة، وكرة من جديد، تمريرة من جانب سعد الحداد في اتجاه معاد الضحاك. الراسية، القائم من جديد يرد راسية اللاعب آدم المختاري في نفس القائم. تعود للمنتخب الوطني المغربي
هنا تمريره ممتازه من حناش في اتجاه سعد الحداد، ممتازه سعد، تمريره سعد ينطلق، سعد الحداد، سعد يا سعد والكره لا زالت متواصله في مناسبتين، والثالثه ثابته والهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي عن طريق المتألق واحد من المميزين في هذه الجوله الاولى نوفل الحناش لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يتمكن من منح الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي في الدقيقة الثانية من الوقت البديل. لاحظوا هنا تمريرة بشكل جيد عن طريق المكاوي، متمكنش منها سعد الحداد في الوهلة الأولى وانطلق بسرعة، كانت سرعة فارقة بالنسبة لسعد في مناسبتين، والكرة الثالثة كان بطبيعة الحال متمركز لها بشكل جيد اللاعب نوفل الحناش، 18 سنة فقط لهذا الاسم، يلعب رفقة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. بالصدر تعود لحارس المرمى يانيس بن شاوش، كرة طولية في اتجاه سعد الحداد، تعود من سعد في اتجاه ايمن الرقيق، سعد الحداد عنده السرعه لكن التغطيه كانت ناجحه من عناصر المنتخب الليبي. هنا من جديد الفرصه والتصويبه، لا 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 لا, لا. كيف ضاعت ايمن يا ايمن، كان قريبا من تسجيل الهدف الثالث لصالح المنتخب الوطني المغربي. تسديده ايمن، يلعب كورته في وسط الميدان لمعاذ الضحاك، يراوغ معاذ بشكل جيد، يفتح الزاويه في الجهه اليسرى في اتجاه سعد الحداد في اتجاه الاشهب، فرصه والهدف الثالث عن طريق ايمن الرقيق، هدف ثالث للمنتخب الوطني المغربي. ايمن الرقيق امامنا في الصوره، لاعب المنتخب الوطني المغربي الناشط بالدوري الاسباني رفقة فريق استي ويسكا. لاحظوا تمريرة كانت جيدة من جانب سعد الحداد وتمريرة الاشهب في اتجاه اللاعب ايمن الرقيق الذي يتمكن من وضع الكرة في الشباك ويبصم على هدفه الاول بقميص المنتخب الوطني المغربي في هذه الدورة الإقصائية وفي هذه البطولة المصغرة. لأيمن رقيق لصالح المنتخب الوطني المغربي، معاذ الضحاك لسعد الحداد، لمعاذ الضحاك، معاذ لسعد جميلة، تيكي تاكا مغربية في شباك الليبية، وهنا الرباعية النظيفة تحضر للنخبة الوطنية، هدف رابع في جملة تكتيكية ولوحة فنية جميلة للعناصر الوطنية بنفس الطريقة تأتي بالهدف الرابع، وقبل لحظات بنفس الطريقة كاد المنتخب المغربي أن يسجل هدف آخر. إذن العمل داخل التدريب والجانب التكتيكي في قيادة الهجمة في الثلث الأخير في الملعب صنعت الفارق أمام المنتخب الليبي. إعادة للكرة الماضية لعبت بشكل جيد، لاحظوا التمريرة الرفيعة من جانب سعد الحداد، وهنا يتصل وهنا يجيب معاذ الضحاك والكرة في الشباك، تيكي تاكا مغربية. لاحظوا الثلاثية التي لعبت بين الحداد وكذلك معاذ الضحاك، دون أن ننسى عمل أيمن برقيق في هذه الهجمة. الله ما شاء الله يا رب لو بقينا غاديين في هذا الريتم والفرق الوطنية غادية بهذا الريتم هكا، شوف خاص تكون عندنا واحد البطولة احترافية بمعنى الكلمة. شوف يا رب تحفظنا شوف ما عليكم، ما بنساش عافاك دير اليوم وبارطاجي، و ما دير خدمتك السي.